اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. عزة إسماعيل. سيادة الوزير سامح شكري وزير الخارجية السابق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برحب بسيادتك وكل عام وسيادتك بخير يا فندم. أهلا وسهلا، كل عام وأنت والمستمعين جميعا بخير. سيادة الوزير سامح شكري وزير خارجية مصر السابق، في هذا البرنامج نحن لا ندين بل ننصت ولا نحاكم، بل نستخرج ما تأجل قوله. هذا اعتراف مؤجل، فهل تقبل سيادتك أن تخوضه معنا؟ أنا سعيد بأن أكون معك اليوم. سيادة الوزير سامح شكري، سيادتك قدمت حوارا استراتيجيا مع الولايات المتحدة في ملفات الأمن الإقليمي وقضايا الشرق الأوسط. اليوم تقف واشنطن في قلب مشهد مشتعل في المنطقة. كيف تقرأ سيادتك الموقف الأمريكي الحالي من الحرب الدائرة؟ الولايات المتحدة تقوم بأعمال عسكرية بالمنطقة في إطار رؤيتها للحفاظ على أمنها القومي، وذلك باستخدام القوة العسكرية، وهذا أمر يخالف ميثاق الأمم المتحدة. ما ترتب على هذه الأعمال العسكرية بيهدد المنطقة بتوسيع رقعة الصراع، وله تداعيات سلبية على كافة دول المنطقة. وفي رأي سيادتك، هل تملك واشنطن الإرادة الفعلية لوقف التصعيد، أم أن حساباتها الداخلية والإقليمية تجعلها تكتفي بإدارته؟ الأحداث الحالية هي في الحقيقة تصعيد بعينه، واستخدام القوة واللجوء إلى القوة العسكرية لتحقيق المصالح هو أمر يؤدي كما ذكرت إلى تداعيات سلبية على المنطقة حاولت مصر تجنبها من خلال الوساطة، من خلال تزكية الحوار السياسي والوصول إلى حلول سياسية. فحاليا السياسة المتبعة من الولايات المتحدة هي سياسة تصعيدية. هل ما نشهده اليوم هو إدارة أزمة أم إعادة تشكيل موازين قوة في الشرق الأوسط؟ وبالتأكيد إعادة تشكيل موازين. الأزمة النووية الإيرانية كانت محل بحث ومحاولة للتوصل إلى حلول لها على مدى 10 سنوات الماضية أو ما يزيد، ولكن الأمر في الوقت الحالي هو اتخاذ إجراءات من شأنها تغيير موازين القوة بالمنطقة وإزالة ربما النظام الإيراني ليحل محله نظام جديد يكون أقرب إلى الرؤية الأمريكية الغربية فيما يتعلق بإدارة الملف النووي أو المعادلة السياسية على مستوى الإقليم. سيادة الوزير سامح شكري وزير خارجية مصر السابق، سيادتك مثلت مصر في مؤتمرات شديدة الحساسية ومنها قمة الأمن القومية، في ظل إصرار إيران على حقها في تطوير برنامجها النووي أمام رفض أمريكي وإسرائيلي واضح. هل ترى سيادتك أن الأزمة الحقيقية تتعلق بالنووي ذاته أم بتوازن القوى الذي قد يختل إذا أصبحت إيران قوة نووية؟ الملف النووي الإيراني يتم النظر إليه من الناحية الفنية اتصالا بمعاهدة عدم الانتشار، وبالتأكيد أنه العلاقة القائمة فيما بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية والإجراءات تفرضها هذه المعاهدة فيما يتعلق بالتحقق من الاستخدامات السلمية كلها كانت محل تداول خلال الفترة الماضية، والجانب الإيراني لم يقدم أدلة كافية عن خلو نيته لامتلاك السلاح النووي، وذلك في إطار التخصيب باليورانيوم إلى درجات عالية، درجات تؤهل لامتلاك سلاح نووي. فالنوايا في الحقيقة لم تكن الأمر، ولكن هو المنظومة الخاصة بالتحقق وسلامتها. هل تعتقد سيادتك أن منع إيران بالقوة سيحقق الاستقرار؟
أم سيدفع المنطقة إلى سباق تسلح أخطر؟ في الوقت الحالي صعب التكهن بما تصل إليه هذه الأعمال العسكرية من نتائج، وبالتالي علينا أن ننتظر ونرى تطورات الأمور حتى نستطيع أن يتم تقييم المستقبل. سيادة الوزير سامح شكري وزير الخارجية المصري السابق، هناك مؤشرات على محاولات إيرانية لإعادة فتح قنوات تواصل مع مصر رغم تاريخ طويل من التحفظات والتعقبات. من منظور خبرة سيادتك، هل ترى أن إعادة العلاقات الكاملة بين القاهرة وطهران تمثل فرصة استراتيجية لمصر أم مخاطرة في توقيت بالغ الحساسية؟ ردا على هذا السؤال، أتصور أن لابد أن يكون هناك تناول تاريخي لهذه الاتصالات. هناك اتصالات كانت جارية قبل اندلاع الحرب في يونيو الماضي وقبل اندلاع هذه الجولة من الأعمال العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، وكان الهدف الأساسي من فتح هذه القنوات هو التوصل إلى تفاهم فيما يتعلق بقضية النووي الإيراني وإلى سياسات إيران بالمنطقة، ووضع إطار للتفاهم يؤدي إلى استقرار المنطقة وتحقيق السلام بها. وضع ما بعد هذه الأعمال وما قد يتخذ شكل التواصل والعلاقة مرهون بنتائج هذه الأعمال وما تصل إليه في المستقبل. سيادة الوزير سامح شكري وزير الخارجية المصري السابق، مصر لعبت دورا محوريا في إدارة الأزمة في غزة، سواء في جهود التهدئة أو إدخال المساعدات، وفي ظل التوترات المتصاعدة على الحدود. كيف تقيم إدارة مصر لهذا الملف؟ وهل المنطقة بالفعل على حافة تصعيد أوسع أم أن الدبلوماسية ما زالت قادرة على كبح هذا الانفجار؟ مصر اطلعت بدورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، في دعم ومؤازرة الشعب الفلسطيني الشقيق، في بذل كافة الجهود لوقوف الحرب ضد الشعب الفلسطيني في غزة والتعامل مع التحديات المرتبطة بالأوضاع الإنسانية، وتستمر في هذه المهمة من منطلق الأهمية التي توليها لهذه القضية وارتباطها الوثيق بالمواطن المصري ورؤيته إزاء ضرورة مساندة أشقائه الفلسطينيين. بالتأكيد أنه انتهاء الحرب أمر إيجابي، ولكن لا زالت التحديات المرتبطة بإعادة الإعمار، مواجهة التحديات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة، وتقوم مصر بجهد كبير في هذا الشأن محل تقدير على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي والدولي. سيادة الوزير سامح شكري وزير الخارجية السابق، بخبرة سيادتك الممتدة لعقود، هل هناك تطور في المشهد الإقليمي تراه قادما قبل أن تعلن عنه الأحداث؟ ما الذي تراه عين الدبلوماسي قبل أن يراه الشارع؟ الأمر في الحقيقة صعب التكهن بما قد تصل إليه الأمور، فلدينا منطقة ملتهبة، سواء الأعمال العسكرية الحالية في إيران، الأوضاع في السودان، في اليمن، في ليبيا. هناك كثير من الأزمات التي لها تأثيرها السلبي على المنطقة، ولكن أيضا هناك التحديات المرتبطة بالتطور التكنولوجي، بالذكاء الاصطناعي، بمدى إمكانية دول المنطقة الاستفادة من هذه التقنيات الجديدة وأن تعفي نفسها من أي سلبيات مرتبطة بها. التواصل والتضامن فيما بين دول المنطقة بعضها البعض، خاصة الدول العربية، من شأنه أن يزيد من قدرتها على تحمل التحديات، ولكن الاضطراب الحالي يجعل كثير من السيولة في إمكانية التكهن بالمستقبل.
لو طلبنا من سيادتك اعترافا سياسيا مؤجلا بشأن المنطقة لكن لا يصرح بها أحد؟ في المنطقة العربية في الحقيقة هناك تطلع على مستوى المواطن دائما بأن تكون هناك مزيد من التضامن السياسي والاقتصادي فيما بين الدول العربية. ربما لا يتم التعبير عن ذلك بقدر كافي ويكتفى بمظاهر لا ترقى إلى طموحات المواطن العربي. وبعيدا عن الملفات والخرائط، هل هناك اعتراف شخصي تأجل قوله في حياة الوزير سامح شكري الدبلوماسية؟ لحظة قرار أو موقف ترى سيادتك أن الوقت قد حان للحديث عنه؟ الحمد لله تاريخي كتاب مفتوح، فليس هناك شيء مخفي، وإنما كل الأمور كانت دائما في وضح النهار. سيادة الوزير سامح شكري وزير خارجية مصر السابق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، شكرا جزيلا لسيادتك على هذا الحوار الثري الذي أضاء المشهد بعين الخبرة والاتزان. شكرا جزيلا سيادة الوزير. شكرا لسيادتك، وكل عام وأنتم بخير جميعا، وإن شاء الله دائما تحظى مصر بالأمن والاستقرار والسلام. شكرا جزيلا. اعتراف مؤجل. عزة إسماعيل.